تعليق حضرتك ايه على الاحداث اللي حصلت في تونس؟ لا شك أن ما يحدث في تونس الآن طفرة لم تكن منتظرة في شعب أكلت فرنسا معنوياته واستبد به الحكم الحالي والحكم السابق عليه. فحينما سمعنا نبأ خروج المظاهرات السلمية تذكرت الشاعر التونسي الشاب حينما قال يرحمه الله: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وإن كان زين العابدين بن علي من الحكام المسيئين لأنفسهم ولأوطانهم ولأمتهم، إلا أن حسه وإن كان قد تأخر كثيرا إلا أن سرعة استجابته وخروجه من البلاد تحمد له. فليت كل أهل السلطان يراجعوا أنفسهم قبل أن يراجعهم الناس، كما علم الكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا زلت أراجع ما فعل زين العابدين بن علي في الأيام الأخيرة في حكمه وهو يعد بالتغيير. ماذا لهاه حتى يطلب الناس؟ هل يقبل من الآباء أن لا يحملوا الطعام إلى أبنائهم حتى يبكوا ويستغيثوا؟ كيف لهؤلاء الناس ينتظرون طلب الدعم من الشعب؟ لا بد أن يتحركوا. من تسيد أو من تولى سلطة عليه أن يباشرها ولا يعفيه أمام ربه ولا أمام الناس أن يقول زور علي أو كذب علي. إن كان لا يدري فتلك مصيبة، أو كان يدري فالمصيبة أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي، كلمكم اليوم لو سألوني لقلت لهم في تونس وخارج تونس، كلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. كلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير عميق. نعم، تغيير عميق وشامل. أن يعلن خلو وأنا فهمت. موقع رئيس الجمهورية. نعم، أنا فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. وفهمت الكل بصفة نهائية. لكن الأحداث ثم قبل أن يدعى الانتخابات لا بد أن يتم تغيير الدستور وتصحيح قوانين الممارسة وإعطاء الحقوق لكل الناس وإخراج من في السجون وتأمين كل من يريد مزاولة العمل العام. ثم بعد ذلك يتم الدعوة للانتخابات. أعانكم الله وجعلكم نورا لسائر إخوانكم أبناء الأمة الإسلامية في 54 بلد، بحاجة إلى شعاع من أشعة تضحياتكم وخروجكم إلى الشارع. هذا موقف سيحمده لكم الله ويحمده التاريخ، فلعله أن يكون أسوة حسنة لسائر شعوب الأمة الإسلامية. حضرتك بتوجه أي رسالة أخرى إلى الشعب المصري وشعوب المقهورة الأخرى؟ لا شك. أريد أن أقول لأهل الحكم والسلطان والإدارة: لا تنتظروا أن يخرج الناس، ولا تتصوروا أن الناس في صمتهم يصمتون على رضا، إنما يتراكم الصبر عندهم، فلا تجعلوا الصبر ينفد،
ثم أقول للمصريين ابعثوا، المصريين وسائر الشعوب المرهقة، ابعثوا لأهل السلطان برسائل سلمية تجعله يضع الحصان أمام العربة حتى تتخذ الطرق الصحيحة للخروج من الأنفاق المظلمة. شكرا فضيلة الشيخ. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.